السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليك فاكر، مش كل اللي جواك لازم يتقال، ومش كل حاجة تستاهل تشرحها. فاكر لما حكيت هم كبير وطلعت من الحكاية أتقل مما دخلت فيها، وتعلمت بعدها إن الحاجات العميقة تتقال للي قلبه أمان، أو تتقال لربنا وحسبنا الله وكفى. الكتمان مش ضعف ولا خوف، بالعكس أحيانا يكون علامة على النضج والحكمة. مش كل شعور أو فكرة أو هم لازم يتقال فورا، لأن التعبير عن كل شيء ممكن يثقل القلب أو يخلق مشاكل ملهاش لازمة. لكن في نفس الوقت الكتمان مش معناه كبت أو إحباط. الكتمان لازم يكون متوازن، تحكي للي تثق فيه وقت الحاجة، تلجأ لربنا بالدعاء، تختار اللحظة المناسبة لأي حديث مهم. خليك فاكر، كل كلمة تختار عدم قولها اليوم ممكن تكون سبب راحة لقلبك بكرة. الكتمان أحيانا بيكون طريقك للسلام الداخلي وللحكمة في كل خطوة.